كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها بخير وعلى مصر كلها، ويا رب يكون موسم خير على مصر كلها. احنا من 44 سنة، ده تاريخ ما بيشتغل والدي، من سنة 79 لحد النهارده. عندنا من الفلفل البلدي واللفت والجزر والخيار والبصل والزيتون والليمون والهالبينو قرنبيط، عندنا كل اصناف الحمد لله. يعني طبعا رمضان كلنا بنتجمع على سفره واحده، مفيش اختلاف على كده، غير الايام العاديه وكل واحد بيفطر في حته ويتغدى في حته، فهو ده اللي بيفرق رمضان في اللمه بتاعتنا. طبعا كل سنه وانتم طيبين. رمضان شهر الخير، رمضان يعني عزيز على كل المصريين، بيبقى فيه تلاهف كده في شهر رمضان. مبدئيا المخلل ده الضيف الدائم في رمضان، فكل المصريين اتعودوا ان هم مثلا بيتجمعوا في شهر رمضان وعزومات وبتاع، فلازم السفره ما تكملش الا بالمخلل من زمن الزمن. يعني بالنسبه مثلا للتاريخ، مثلا احنا تورثناه عن الحج وكده، وطلعنا نفسنا فيها يعني، وطورناها وبنكبر فيها وكده. يعني الشغل الايام العاديه بيبقى زبون المخلل ما بيقدرش يستغنى عنه، يعني زبون المخلل ما بيقدرش يستغنى عنه، على طول على السفره لازم يكون معاه، يعني ما يعرفش ياكل من غير المخلل. انما يعني شغل رمضان بيبقى صيام وكده، والواحد مشتاق ان هو ياكل الدنيا كلها. اول ما الاكل يتحط يعني اكل بقى زي ما بيقولوا، فبيبقى عايز يلم جميع الوجبات، يعني بيبقى فيه اقبال اكبر في شهر رمضان. يومنا بنبدأ مثلا من صلاة الظهر كده، بنفضل شغالين لحد أذان المغرب. بعد كده بقى بنريح ساعتين ثلاثة، لأن بيكون احنا خلاص خلصنا، وبنبدأ تاني بقى إيه، نبدأ نشتغل نجهز لتاني يوم لحد صلاة الفجر، وننام الساعتين ونقوم تاني كده برضه، وهكذا لمدة 30 يوم. الترش البلدي وشوية المية دول أكتر طلب عليهم في رمضان، تمام؟ اللي هو بيقتصر في الجزر واللفت والخيار والبصل والزيتون الشرايح والمكسيكي والهالوبينو والبصل والليمون المزبت كده، والزيتون الاسباني والزيتون الكلاماتا وحته الدقه البلدي. طبعا يومنا بيبدا من بالليل لتجهيز الشغل لحد ان شاء الله الفجر، وبعد كده بنبدا نحس البيع من بعد مثلا 2 الظهر كده لحد اذان المغرب. والله كل واحد على حسب ذوقه، على حسب ما بيحب، اللي بيحب الزيتون موجود، اللي يحب البصل موجود، كل حاجه موجوده الحمد لله. طبعا زمان ما كانش فيه الا ثمره بذور واحده، دلوقتي بقى فيه اللي هو بنحاول يعني الجينات الوراثيه بيبدا يهجم فيها، بيديك ثمره قويه. يعني اللفتايه زمان كانت فاضيه من جوه، النهارده لا، اللفت بقى عامل زي البطاطس، تحس ان فيه قوه، فيه صلابه، تقدر انك تخزنه. الاول كان يطرى بسرعه والكلام ده كله، فبدات حتى الزراعه تتطور كتير قوي، وده اهم ما في الموضوع، ان كل واحد يقدر يختار الثمره بتاعته. في مثلا الجزر بيروح للعصير، وفي جزر بيروح للتخليل، فكل واحد عارف ايه اللي يناسبه من نسبه سكاره ونسبه تكون كويسه للتخليل، ما تدكش سكاره، يبقى تخليلها اسرع وتديك مثلا الحمض اللاكتيتي بتاعها يظهر بسرعه. انت واخد بال حضرتك؟ فده بيفرق كمان في التخليل معانا. يعني زمان مثلا كان بيختصر المخلل ما بين الفلفل، الجزر، اللفت، الليمون،
الزيتون، البصل العادي اللي هو مثلا بتاع الطبيخ ده كنا بنخلله زمان ونقشره وبتاع. دلوقتي الدنيا اتطورت يعني، بقى في بصل بيكلس، بقى في مثلا لا يقل عن 30 نوع زيتون في مصر، ما بين محلي وما بين اجنبي، بلديات واجنبي كده يعني. الدنيا اتطورت يعني، من اول اللي احنا بنختار الثمرات يعني تكون ثمرات جيده كويس تستحمل الملح وكده والتخليل، وتقعد معانا مثلا من السنه للسنه، لان الثمره ديت بتطلع مره في السنه. يعني معظم الثمرات المخلل بتطلع مره في السنه، فازاي ناخدها ونحافظ عليها نقعدها معانا 12 شهر عقبال ما تطلع الجديده، عشان الزبون ما ياكلش حاجه جديده معسله. طريقه المخلل هي يعني بتختصر في تخليل وتخزين، تخليل وتخزين. طريقه التخليل بتبقى مثلا بتجيب الثمره تغسلها كويس جدا، تعمل لها ميه وملح، بتتحفظ عليها مثلا لمده معينه عقبال ما تتخلل. بعد كده لو انت عايز تشتغلها بتشتغلها، عايز تخزنها بتخش بقى على الطريقه الثانيه، بتاخد بقى نسبه ملح اعلى شويه وبتتقفل كويس، وبتطلع بقى وقت ما احنا عايزين. بنبدا بقى نظبطها ونحليها ونخلي نسبه الملح فيها تنزل، عشان مرضى الضغط وكده ما يعني ياكلوا هم كمان، ما يتحرموش من الصنف ده. هو أي شيء يتخلل، أي ثمرة خلقها ربنا تتخلل، بس هل هتتقبلها ولا لأ؟ هو يعني شغلة الملح هي عبارة عن حفظ، يعني الملح عبارة عن حفظ، لكن هل أنت هتتقبلها ولا لأ؟ بس هي مختصرة يعني في صنفين ثلاثة، ما بين المانجا مثلا، الخوخ. بالنسبه لانسجه الخضار عشان بتفرق في التخليل ما بين ثمره وثمره، دي اللي بتفرق في التخليل. يعني عندك ثمره تقدر تستحمل ليها سمو معانا في الوقت، وفي انسجه ما بتستحملش. وجيولوجيه الارض بتختلف من مكان لمكان، لان كل ثمره بتتميز او كل ارض بتتميز بايه؟ بجوده الثمره بتاعتها في مكانها. مش اي حاجه تتخلل في اي مكان. يعني طريق مصر اسكندريه مليان زيتون ويحب الزيتون، في مثلا حتت في البحيره تحب الفلفل وتحب الخيار، ففي ثمرات بتستحمل بتتعمل مخصوص للتخليل. القرنبيط في منه نوعين، في نوع البلدي وفي الهولندي، فبيفرق برضو في شكل الثمره وبياضها. انت واخد بال حضرتك؟ فاحنا بنختار على قد ما بنقدر احسن ثمره واحسن جوده لجيولوجيه الارض نقدر نجيب منها. زمان طبعا كانت البراميل الخشب هي اللي موجوده بس، دلوقتي التخليل اتطور، بعدين كان فيها عوامل للتعريه ودي ما بتبقاش حلوه. فزمان برضو كان يختلف الجو عن دلوقتي، حتى المناخ متغير، فما ينفعش اخلل في برميل. وكان الجو زمان احسن في الخشب، يعني كان يناسبه في الوقت ده. اما دلوقتي البرميل البلاستيك بيحافظ عليه وجيد وما بيخشلوش تهويه، وما يقدرش يتحول الخضار بسرعه، لان احنا بنحافظ عليه بالطريقه بتاعتنا اللي تناسبه.